ده نسكافيه بريك، لو انتوا فاهمين قصدي. اوريكم احنا بنتفرج على ايه عشان الصوت اللي حصل دلوقتي ده. عندنا 3 اوبشنز برفانات. بدي بنتي ورشوة علشان تسيبني اصور، فحسيت ان هو حان الوقت ان انت تطلع ونعمل فيديو سوا كالعادة. لو كأن انا قاعدة فاضية النهارده يوم كامل باللون الاصفر. بصوا بقى، انا علشان التسريحه عندي جوه طبعا عليها حاجات كتيره زي ما انتوا شفتوا، فده الكومودينو بتاع اوضه الاطفال، فانا قلت اعمل لكم تسريحه صغيره عليه باللون الاصفر عشان يبقى عندنا اوبشنات باللون الاصفر. اول حاجه هستخدمها دلوقتي، انا طبعا لسه صاحيه من النوم وغسلت ايدي بالصابونه بتاعت رويال زي ما وريتكم اللي هي لونها اصفر. هحط ده سانسلك، بصوا لونه اصفر ازاي. في ناس قالت لي ان هو مقاطعه، فده كان عندي من فتره كبيره وهو بيقعد كتير جدا. فانا خلاص يعني بصوا فاضل في حبه صغنططه اهو ومش هجيبه تاني. فهحط الاول معاكم ده على شعري، ودلوقتي هلبس التوكه دي اللي هي صفرة. هنا 3 اوبشنز برفانات باللون الاصفر بدرجات مختلفه، فانا حاسه ان انا ممكن احط دي، ممكن احط دي دلوقتي كده. اخر حاجه هحطها الكونسيلر بتاع مايت سينما باللون الاصفر. يعني بصوا الحلاوه. هحطه دلوقتي وارجع لكم تاني. بصوا انا كده خلاص جهزت معاكم زي ما قلت لكم، زي ما كنا بنظبط من شويه. لبست التوكه الصفراء وحطيت الكونسيلر ولابسه التيشيرت الاصفر ده. التيشيرت ده على فكره عندي من بدري جدا، فحسيت ان هو حان الوقت ان انت تطلع ونعمل فيديو سوا. هو قديم جدا عندي بس انا بحب الرسمه اللي عليه دي. المهم اني هفطر دلوقتي، عايزه افطر لان انا صاحيه بقالي شويه وعماله اعمل حاجات وكده، والنهارده يوم زحمه جدا. معرفش انا ليه اخترت اليوم ده بالنسبه لي، يعني ورايا حاجات كتيره جدا، بس قلت خليني اعمل النهارده التحدي بتاع اللون الاصفر لو كأن انا قاعده فاضيه، ولكن هنعمله مع بعض. هفطر الاول دلوقتي، خلونا نحضر الفطار سوا. بصوا انا كده خلاص حضرت الفطار اهو. الفطار يا جماعه، بصوا انا حضرت الفطار. اعذروني لو صوتي بيغير كل شويه او كده، عندي برد بقاله فتره مش راضي يروح. والحمد لله ان انا كنت مصوره شويه فيديوهات نزلتها لكم الفتره اللي فاتت، علشان انا بصور فيديوهات وبحملها واسيبها على القناه. الفيديوهات اللي فاتت دي كلها كنت انا اصلا مصوراها من فتره وسايباها على القناه، يعني غالبا ما كانتش نفس الفتره اللي انا عايشاها. يعني انتوا فاهمين، عارفين لما مثلا انا النهارده بعمل حاجه معينه بس انا منزله لكم فيديو عن حاجه انا كنت مصوراها من فتره، هو ده اللي كان حاصل. وكويس ان انا عملت كده. بقى الفطار عباره عن باتيه جبته من الفرن، ده نسكافيه. هو ده مش نسكافيه ماركة نسكافيه يعني. عارفين انتوا زي مثلا ما بتيجوا تشتروا مثلا بامبرز، احنا بنقول بامبرز بس انت ما بتجيبيش الماركة بتاعت بامبرز. فهو ده مش نسكافيه، هو ده اسمه بريك. هو طعمه كويس زي النسكافيه، يعني حلو، طعمه كويس بالنسبة للحاجات التانية اللي طالعة. ده نسكافيه بريك، لو انتوا فاهمين قصدي. معرفش ليه ما حبيتش ان انا اعمل شاي بلبن النهارده، او ممكن علشان انا ما نمتش كويس. نمت تقريبا 4 ساعات بس، فممكن على ده اللي خلاني اللي هو خلاص خدي القرار بقى ان انتي تشربي نسكافيه بدل الشاي بلبن. آه، بس خدت الصدمه بجد. بتقطع ساده، انا كنت فاكراه بالجبنه. عارف ان هو ساده، كنت جبت مثلا جبنه رومي لانشون اي حاجه احطها جواه. بدي بنتي ورشوة علشان تسيبني اصور، عماله اديها بسكوت اللي هو اسكتي متعملش صوت، خدي بسكوت عشان اصور، عشان ما بتلاقيني بصور بتتجنن. دي بسكوته، تاخدي باتيه بسكوت طبعا. انا عايزه اكل بسكوت معاها اصلا. بفكر اخلص دي واسيب النص التاني ده واكل بسكوت. هاتي بسكوته، بسكوته لماما. هاتي واحده، مش عايزه تديني. هاتي واحده. يا روح ماما، ادتني ظلمتها، ادتني والله. انا نازله اجيب حاجات فحطيت فلوس في المحفظه الصفرة دي. بصوا مكتوب عليها هاري اب،
ولونها اصفر وبتلمع كده، بتعمل الوان كده وحاجات كده. مع ان محفظتي التانية استنى هوريها لكم، هي بيج شويه. بصوا اهي، بصوا بيج ازاي، بس انا حسيت ان دي هتبقى لايقه اكتر، فاهمين قصدي؟ فهناخد هاري اب، وهنهاري اب عشان نخلص بسرعه ونجيب الحاجات ونيجي. وعلشان تعرفوا ان انا شاطره قوي 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 في التحدي ده، انه حتى الغسيل هيبقى باللون الاصفر. آه انا مجهزاهم هنا دلوقتي. بصوا يعني الغسيل اللاندري باللون الاصفر. في حد عمل في التحدي الغسيل باللون الاصفر؟ ما اعتقدش. فانا جمعت يا جماعه غسيل باللون الاصفر والله. بصوا اهو كله غسيل. سامحوني على عشوائياتي في الجزء ده، بس انا عشان بجيب الغسيل من الناحيه التانية كده وبحطه هنا كده، تحسوا ان التصوير عشوائي شويه، بس يعني غسيل باللون الاصفر. فبرافو عليا. تدوني كام من 10 في التحدي ده؟ بصوا الاهتمام بالتفاصيل. هو عندي باهي ده بستخدمه يعني بصراحة على طول من وقت المقاطعة. الاول كانوا بيعملوه حلو، لكن بعد كده بدأ ان هو ايه، كانت الاول ريحته حلوة، بينظف كويس لما كان لسه مش معروف قوي. يعني هو كان موجود بس ما كانش معروف، او هو كان لسه طالع وقتها وقت المقاطعة والحاجات دي. يعني انا عرفته وقت المقاطعة، فاهمين؟ فدلوقتي للأسف يعني بناشد الشركة رجعوه زي ما كان يعني. طبعا السحب بقى عليه كتير، الناس كلها بتجيب منه لان خلاص الناس الحمد لله الناس واعية بالمقاطعة، وواعية انه في حاجة، لا من الشركة دي تبع حاجة معينة او منظمة معينة، فاحنا هنقاطعها. فالوعي ده موجود الحمد لله عند الناس. فكله بقى يشتري من ده باهي. فبقى فيه طبعا ضغط على الشركة، ودي حاجة يعني الواحد اكيد فاهمها، ولكن برضو يعني راعوا انه اعملوا كمية قليلة لكن بنفس الجودة بتاعت زمان. حاسة ان ريحته اتغيرت، ما بقتش قوية زي الاول. كانت الاول هو كان ريحته حلوة قوي، يعني كان بيعمل ريحة في المكان كده. كان بينظف حلو جدا. دلوقتي لازم احط كمية اكتر، يعني عشان احس بقى بالنظافة والكلام ده. لحد ما نشوف بقى حاجة تانية كويسة، او هم يرجعوه كويس تاني، مش عارفة. لكن هو اخر فترة كده ما كانش عاجبني بصراحة، بس عشان انا معرفش غيره مش مقاطعة بقيت اجيبه يعني وكده. هو ده المفروض. بصوا بنسيم اللافندر. ده كيلو بيكون ب45 جنيه، فسعره كويس يعني، سعره مناسب وكده. وطبعا هو للغسالات العادية والفوق اوتوماتيك. بصوا هتلاقوا اصلا في صورة كده جنبه، جنب اسمه يعني. هم كانوا مطلعين منه تقريبا اوتوماتيك. يعني كان من فترة كده قالوا هنجيب منه اوتوماتيك، فما سألتش تاني جابه ولا لا، عشان ماما غسلتها اوتوماتيك فكنا عايزينه ليها يعني. فما اعرفش ماما بقى عملت ايه وقتها، بس غالبا ما لقيتش يعني، ما طلعوش منه كده. بس ده كان من فترة، ما اعرفش دلوقتي ممكن يكونوا عملوا منه. فيا شركة باهي رجعوا حلو زي الاول. خلينا احط، كفايه رغي. ايه الرغي ده كله؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ بس انا هحط كده عشان انا لسه ما فضيتوش في العلبه بتاعته، هبقى محتاسه كده شويه وانا بحط. انا مش شايفه عشان ماسكه الكاميرا. طب استنوا احط وارجع لكم. استنوا بصوا ده ابنه. ده ابنه الصغير. كنت عايزه اوريكم ان هم عاملين منه احجام كتيره. انا شغلت الغساله بس ما دوستش الزرار علشان هتبقى عامله صوت قوي فانتوا مش تسمعوني. ده كان ب10 جنيه، بس ده حرفيا غسله واحده بالنسبه لي انا يعني. يا جماعه انا صوتي متغير صح؟ يا رب البرد ده يموت. المهم انا لو شركه باهي مدياني فلوس عشان اعمل دعايه والله مش هعمل اللي انا بعمله ده. هفضي دلوقتي الكيس ده هنا علشان اعرف بعد كده ان انا استخدمه يعني. باخد كده بالمعيار اللي بيبقى في العلبه دي. مش هسيب فتفوته. انتوا عارفين الحاجه غليت مفيش فتفوته هتتساب في الكيس. بس كده خلاص فضيتها في العلبة دي بتبقى محتاجة 4 كيلو عشان تتملي. يعني انا لما كنت في اول جوازي، طبعا انتوا بتبقوا جايبين حاجات كميات وكده فكنت جايبة كنت جايبة 4 كيلو. كان وقتها اريال مش مقاطعة، فكنت جايبة اريال لان احنا ده اللي هو بنستخدمه اصلا من زمان يعني.
4 كيلو، فكان مليها او 5 4 تقريبا، فهي هتلاقوها ربع العلبة كده، عشان ده كيلو واحد. العلبة دي حلوة قوي يا بنات، المفروض ان هي من شركة الوطنية، وبتبقى حلوة. اقصد مش قصدي الشركة نفسها، بس قصدي عموما يعني لما بتجيبوا علبة تحطوا فيها المسحوق كده بتبقى حلوة، يعني انتوا فاهمين قصدي. بتوفر طبعا، انتوا مبتبقوش اكياس بقى والكلام ده وكده، وبتاخدوا بقى منها على طول والكلام ده. الغسالة لو بتتكلم هتشتمني تقولي شغليني، فخلينا نشغلها. سمعتوا الصوت؟ هو ده الصوت اللي بقولكوا عليه. بعمل ينسون علشان البرد اللي عندي ده يروح. زوري وجعني جدا جدا، فقلت اعمل لي وحدية يعني وكده، وعملته خلاص. انا بحب ينسون رويال عن ايزيس، علشان رويال بيكون مش مسكر، ف مش بحب اليانسون يكون مسكر يعني، فاهمين؟ فهشربه يمكن زوري يخف شويه. الاضاءه في المطبخ ما بتبقاش عندي احسن حاجه. لكن انا دلوقتي هعمل رز عادي جدا، وهحط له بهارات زي ما انتوا هتشوفوا كده، فهخلي لونه اصفر شويه. هعمله معاكم دلوقتي. انا خلاص غسلته وصفيته ومولعه الحله، عشان يعني احط فيها رز وكده. الوقت دلوقتي متأخر، فده غدا مع عشاء. الاتنين مع بعض. هنزل الرز كده، بس انا طفيت النار عشان الصوت كان عالي قوي، فعايزاكم تسمعوني يعني. هحط ملح، وبعد كده هحط بهارات فراخ. بصوا اهي، بتدي طعم كده شويه للرز، بس بحطه بسيط يعني مش كتير قوي. وهحط الكركم. يا جماعه دي مش بهارات فراخ، ده كاري بيدي طعم البهارات الفراخ يعني، عارفين انتوا زي الماجي والحاجات دي كده. وحطيت شويه كركم، وازود بس حاجه بسيطه تاني عشان يدي اللون الاصفر. بس انا ما بحبش احط كركم كتير، لان هو بيدي مراره كده الاكل شويه، فانا ما بحبوش بصراحه في الاكل يعني. وهحط ورق لورا. الحاجات دي بجد بحس ان هي بتخلي الرز طعمه حلو كده. هحط كده ورقه تكون يعني ورق يكون كبير علشان اعرف اطلعه، عشان انتوا مش تاكلوه بيه يعني، اعرف اطلعه من الرز كده. وفي العادي بحط حبهان مطحون، بس انا لقيته خلصان فمش هحط سليم يعني، خلاص كده. ولحد ما الرز يتعمل هحط بقى البانيه ده، هشويه وبعمل معاه وايت صوص كده هعمله معاكم. وهحط له كركم، هخليه يلو صوص. يعني هو الفرق هو مساعدنا الفيديو ده اللي هو الكركم. فهشويها دلوقتي عشان هيبقى فيه صوت عالي عادي، فمش عارفه اكلمكم، فهحطها دلوقتي. قطعت البانيه بطريقه عشوائيه زي ما انتم شايفين، عشوائيه جدا جدا. وهعمل بقى الوايت صوص اللي هنحوله ليولي صوص، فهعمله معاكم دلوقتي. بعمله في نفس المكان يعني. بس شويه زيت كده عشان هنقلب فيهم الدقيق. نحط شويه ميه. انا في العادي بحط لبن، بس انا ما عنديش، بس عادي قشطه، بتبقى حلوه برضو بالميه يعني، تعمل بالاتنين عادي.
رشة ملح ورشة فلفل اسود بسيطة كده خالص. خلوني كده اقيم معاكم الوجبة اللي انا بعملها عادي، بس هقيمها معاكم. فهي سخنة بس هنقول بسم الله. اتفضلوا يا جماعة، اتفضلوا معايا كالعادة زي ما بعملها على طول. اوريكم احنا بنتفرج على ايه عشان الصوت اللي حصل دلوقتي ده. ان انا هكمل اكل دلوقتي. الطرحه بقت شكلها حلو قوي على اخر اليوم، انا حاسه ان انا اتبهدلت كده على اخر اليوم. هكمل اكل، مش هعمل حاجه تاني كده، خلاص خلص. شكرا ان انتي وصلتي معايا لحد الجزء ده من الفيديو. ما تنسيش لو انتي اول مره تيجي اشتركي في القناه، ولو انتي بتتفرجي عليا على طول ومش مشتركه اشتركي في القناه، فعلي الجرس، اعملي لايك للفيديو ده. اشوفك في الفيديو الجاي على خير. باي باي.